بلا شك الجملة اللي لازم نحطها في الاعتبار أن السمنة تسرق من العمر أجمل ما فيه. مفيش جمال في السمنة، مفيش سعادة في السمنة. مريض سكر وسمنة يبقى نعمله تحويل مسار. هل الكلام مازال كده؟ المعادلة مريض سكر زائد سمنة يساوي تحويل مسار ولا اختلفت شوية؟ هي ده كلام موجود بس مش ده المعامل الوحيد. يعني لا خلاف ولا جدال ان السكر وتحويل المسار عمليه اكثر فاعليه لانقاص السكر، لعلاج السكر. ده لا نقاش فيه، لان العمليه بتشتغل بتولم زي ما بنقول او بدراعين. اول حاجه بتقلل كميه الاكل فوزني يقل، وبالتالي الخلايا الدهنيه تقل، فالانسولين مقاومته تقل، فيبدا شغله يتحسن. يبقى دي نقطه. نمره 2 ان انا اعمل بايباس لجزء من الامعاء، يعني في جزء من الامعاء ما يعديش عليه الاكل، يوصل الاكل سريعا على الترمينال ايليوم او اخر جزء في الامعاء، ده يطلع الجي ال بي 1 انالوجز والجي ال بي 1 هرمونات تطلع تحفز البنكرياس تزود افراز الانسولين. التكميم وتحويل المسار عمليات يوم واحد. احنا بنقعد العيان 24 ساعه في المستشفى علشان نطمن عليه، في ناس بتمشيه بعد 12 ساعه كمان. احنا بنقعده زياده بس نبقى يعني اكثر حرصا على العيان، لكن عمليه يوم واحد اي عمليه بالمنظار، فتحات صغيره في البطن، مفيش بقى الجروح بتاعت زمان ولا الكلام ده كله، بتطمن على العلامات الحيويه، بتطمن انه ماشي كويس، فاهم دنيته كويس، ممكن يروح بعد 12 ساعه ماكسيموم 24 ساعه. التقدم المذهل دلوقتي خلى التسريب حاجه من الماضي. في تقنيات كتيره جدا ان احنا نمنع التسريب، استخدام الدباسات، استخدام التراي ستيبلرز، خياطه المعده، منديل البطن، الكلام ده كله قلل نسب التسريب، قل كمان المضاعفات اللي بتحصل من التسريب. لا تتنمر ابدا بمريض السمنه، لا تتنمر. الاهل شيء طبعا يبقى يعني سخيف جدا لما اللي يتنمر فيك اهلك، دي نصيبه. وصاحبك ما تنمرش، عيب على مريض السمنه، عيب. ما تتنمرش باي شيء.